اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اتعودي دايما ان انت تعملي اكلات اقتصاديه. لو انت بتجيبي الفرخه ممكن تاخدي البانيه بتاعها وتعمليه في يوم، وتعملي الفرخه في يوم على حسب عدد الاسره. لو عدد الاسره مثلا 5 أو 6 ممكن تعملي الفرخه في يوم وتعملي البانيه في يوم. لو عدد الاسره فردين بس ممكن تعملي الفرخه على يومين وتاخدي البانيه بتاعها برضو تعمليه على اكلتين. النهارده هنعمل مع بعض البانيه بطريقه سهله جدا من غير ما نستخدم بيض ولا نبشر بصل ولا نستخدم بقسماط، بحاجات بسيطة جدا سهلة، واللي انت كمان مستعجلة ممكن تعمليه. هنحط التوابل، اهم حاجة في ربع كوباية لبن. هنحط التوابل ايه بقى بتاعتنا: بصل بودرة، توم بودرة، زنجبيل، ملح وفلفل، حبة كاري، حبة بابريكا. هنقلب كل دوت مع بعض، وبعد كده هننزل بالبانيه بتاعنا هنسيبه في التتبيلة ديت لمدة ساعتين. لو انت عايزة تزودي القيمة الغذائية بقى ممكن تحط على التتبيلة معلقة زبادي، ممكن تحطي بضايه، مفيش مشكله. لو انت عايزه تعمليه اقتصادي ومفيش عندك بيض ممكن تتبليه باللبن بس، باللبن والتوابل. ولو انت عايزه تبشري بصلايه مفيش مشكله برضو، بس الطريقه دي سهله جدا، بستخدمها كتير جدا لما بكون مستعجله يعني. وكمان لو انت لما بتيجي تحمري البانيه وانت عاملاه ببشر البصل، البشر دوت بيتحرق منك ما بيكونش حلو. التتبيله ديت برضو حلوه جدا للمشويات لو انت عايزه تشويه. هنعمل جنبيه كده بطاطس محمرة. ممكن كمان تعملي جنبيه مكرونة بصلصة، تعملي جنبيه مكرونة محمرة. يعني الأكلة دي مش تاخد منك ولا وقت ولا مجهود، وكمان هتكون انت مثلا جايبة الفرخة واخدة البانيه بتاعها، فتعتبر اقتصادية مش مكلفة غير لما تشتري البانيه لوحده، لأن كيلو البانيه عدد وقتي 150. لا، هات الفرخة حلوة كده مقلبطة زيكم، خد البانيه قسميه على وجبتين. هيفرق معاكم جدا جدا. هنعمل بقى من غير بقسماط. انا عندي على طول بجيب الدقيق، بحط عليه بصل بودره برضو، وحط عليه توم بودره وزنجبيل وبابريكا وملح وفلفل وشطه، وهخلط الدقيق بتاعي بكل التوابل ديت، واحطه في برطمان وبحطه في التلاجة. كده تقريبا احنا عملنا حاجه زي الفيجيتار، يعني خلطه زي الفيجيتار. لو انت بتحبيه مشطط ممكن تزودي الشطه. وهنتبل الدقيق بتاعنا او هنتبل البانيه بتاعنا بالدقيق دوت. هنغطيه كده ونغلفه، وبعد ما نخلص الكميه كلها هنرجعها تاني في اللبن اللي احنا عملناه الاول في الخلطه، في اللي هيتبقى من الخلطه بتاعتنا. وبعد كده هنتبله تاني، يعني هنحطه في اللبن تاني وهنتبله تاني. هتدينا في الاخر خلطة او طبقة رقيقة جدا مقرمشة جدا حلوة جدا. وراها لكم، انا بطأت الفيديو عشان تشوفوها. بص عاملة ازاي، عاملة زي الدجاج كنتاكي بالظبط. الكمية اللي هتتبقى معانا من الدقيق هنصفيها او هننخلها بالشكل دوت، عشان لو كان فيها اي حاجات يعني مكلكعه بمعنى اصح. وهنرجعها تاني البطرمان ونحطه في التلاجة. ما بنرميش اي حاجه، ما بنهدرش اي حاجه، بنحافظ على كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها. حمرنا كده البطاطس، وبعد كده يكون عندنا زيت سخن وننزل بالبانيه بتاعنا. هتقفي جنبيه طبعا ما يتلسعش منك، ياخد لون دهبي حلو كده، وعلى الوش دوت دقيقتين وعلى الوش ده دقيقتين. هنطلعه على ورق او مناديل مطبخ، وهنقدمهم بالشكل دوت جنب البطاطس، جنب المكرونه زي ما قلت لكم، جنب مكرونه محمره، مكرونه بصلصه. اكله حلوه جدا مغذيه ما بتاخدش وقت خالص. طبعا البروتين لا غنى عنه. ممكن كمان تعملي جنبيها طبق سلطه كده. وما شاء الله لو عملت زي ما بقولك كده، جبت الفرخه وطلعت البانيه لوحديها، يعتبر الاكله دي بالنسبه لك اقتصاديه ووفرتي. ولو اول مره تشوفي قناه يا ريت تعملي اشتراك للقناه، ولو انت مش متابعاني على قناتي التانية قناه ياسمين مصري يا ريت تنوريني. بحبك في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.